اهلا وسهلا بحضراتكم على شاشه موقع جود نيوز فور سيرفيس مع برنامجكم ويك اند مع حمدي. ومعانا النهارده حاجه حصريا على موقع شاشه جود نيوز فور سيرفيس، موهبه شبابيه في الشعر. اهلا بيك يا محمد. هتعرف بقى محمد دلوقتي ان شاء الله كل حاجه، ونعرف منه الموهبه دي اكتشفها ازاي او مين اكتشفها عنده وازاي نماها بطريقه جميله حتى وصل للمرحله ديت. هتعرف اكتر بشكل مفصل عن محمد هشام. عرفنا اكتر بقى يا محمد. محمد هشام محمد، عندي 17 سنة، في أولى ثانوي عام. عايزين بقى نعرف دلوقتي ايه اللي حببك في الشعر او مين اكتشف اول الموهبه دي عندك؟ وبعد كده انت نميتها ازاي؟ هو أنا لما كنت في تالتة إعدادي كان في مس اسمها مس نعمة، هي اللي حببتني في الموهبة دي. كانت قالت لي في مسابقة، وبعد كده فضلت قعدت معايا وتدربني على شعر، وبعد كده رحت وخدت المركز الأول على المحافظة في تالتة إعدادي. وكنت حبيت يعني الموهبة جدا أوي. بس وبعد كده لما رحت أولى ثانوي حبيتها أكتر وأكتر، وابتديت في الأجازة من تالتة إعدادي لأولى ثانوي ألف شعر. طب حد ساعدك في التاليف ولا دي سبحان الله موهبه من عند ربنا عرفت تنسق وتالف اللي هي لا، ساعات الحاجات برضه خارج الكواليس كان حاجه جميله، فدي تاليف دي من عندك انت بحت ولا كان في مساعدات برضه من حد؟ لا، هو الراحة النفسية بس هي اللي كانت بتساعدني إن أنا ألف. طبعا من عندك. فأنا كنت بقعد مع نفسي، كنت ربنا يرزقني بالإلهام وكنت بألف شعر. طب مين بقى مثلا اعلى في الشعراء؟ هو مثلا الأعلى أمير الشعراء أحمد شوقي، مفضل بالنسبة لي جدا جدا يعني. طب ومين تاني؟ وحافظ إبراهيم. هما الاتنين دول يعتبروا أكتر اتنين مفضلين بالنسبة لي. طب سمعنا بقى حاجه كده ونطلع فاصل سريع. سمعنا بقى الشعر بتاع الام اللي انت سمعته لي بره خارج الكواليس. حبيبتي يا أمي، حبيبتي يا غالية، بفضلك أمي تذل الجباه، خضوعا لقدرك عرف أصيل، وذكرك عطر وحضنك دفء، فيحفظك ربي العلي الجليل. لأمي أحن، لأمي أحن، ومن مثل أمي رضاها علي نسيم عليل. وبعد الله أرنو إليك إذا حل خطب، وأثني الكواهل حمل ثقيل. بدعواك أمي تذول الصعاب، فدعواك أمي لقلبي سبيل. فيا أمي أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل. على راحتي كم سهرت ليالي طويلة، وتلوع قلبك عند الرحيل. فدومي لنا بلسما شافيا ولحنا شاجيا على كل فاه، فمن ذا منا عن الحق يميل. أماه أنيني مرتفع يسمعه القاسي والداني. أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني. أعياني رسمك في ذهني وجها يستشعر أحزاني. يا ملك الموت، يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هزت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرك أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحنانك، أو ابني لي عندك قبرا كي أدخل كف النسيان. فالأم نعيم وحنان، من جرب يوما حرمانه، من جرب يوما حرمانه. جميل يا محمد. فاصل ونعود. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى مع برنامج ويك اند مع حمدي، ومعانا محمد. ازيك يا محمد؟ قول لي بقى مين اللي شجعك ومين كان بيأيدك في البيت في الشعر والابيات الجميله اللي سمعت لي من شويه؟ بصراحة الإنسانة اللي شجعتني يعني وبحبها فيها وبموت فيها قوي جدا هي أمي. يعني الشعر ده ألفته مخصوص عشانها، يعني هي أغلى واحدة في حياتي، أغلى واحدة على ظهر الكون ده كله بعد ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يبارك لك فيها. آمين يا رب. قول لي بقى دلوقتي انت بتيجي تألف أي شعر بتألفه التأليف كله بحت من عندك ولا بتستعين ببعض أبيات من شعراء تانيين وبتكمل عليها من عندك؟ هو أحيانا بستعين بعض
اكيد بعض ابيات من شعراء تانيين. من شعراء تانيين. طب دي بقى حاجات هتسمعنا دلوقتي منها ولا؟ لا ديت انا دي اللي مألفها. يعني بتاعت الام دي مالفها التاليف بتاعك الخاص. طب والنسبه هتسمعنا ايه تاني بقى دلوقتي؟ 7 بيت عن الحب بقى كده. انت برضه مالفهم ولا؟ دول مألفهم برضه. مالفهم يعني؟ طب سمع. ولدت في بحر الهوى منادي حبيبتي، وسحر عيونها مناجاة عشيقتي. باحث أنا على جمال أميرتي، جمالها جمال اللؤلؤ ينار ببيتي، وما بيتي إلا سجن لحبيبتي، لكي أرى جمالها بالصباح وبالمساء جارتي. عيونها لؤلؤ مرجان سحرتني، وشعرها أسود على الشط يترنم. يا ليتني على البحار أرسم جمالها، وعلى السحاب أوصف ما بداخل قلبها، وقلبي ينمو كل يوم شوقا عن بعد حبيبتي عن قلبي حبيبتي. تمام كده؟ تمام. بس حاجه جميله. تنظرها قدامي بتاع السويس بقى. طب فاصل ونعود.